تخيل تبقى عايش في مدينة انت و10 اشخاص بس، مدينة بالكامل لوحدكم. مفيش حد. ازيكم عاملين ايه؟ انا لسه لحد دلوقتي في سراييفو. قلت اصلي الاول الجمعة واتحرك على مدينة جديدة، واحدة من أجمل المدن اللي موجودة في البوسنة، وهي مدينة مستر. فتعالوا بقى إيه، نروح نصلي الجمعة كده ونتحرك على مستر. يلا بينا. وما أرسلناك إلا رحمة. أنا عايز أقول لكم إن شعب البوسنة ده من ألطف الناس اللي أنا اتعاملت معاهم حقيقي، ناس طيبة جدا وبتساعد وفعلا تحس كده إن هو إيه ده يا جماعه، انتوا بتساعدوني كده ازاي يا جدعان؟ ان ايه الطيبه الزياده دي؟ خلصت خلاص صلاه الجمعه وهتحرك دلوقتي عشان الاتوبيس اللي رايح لمستر كمان نص ساعه. انا لحد دلوقتي ما اعرفش انا هركب ايه، بس الناس الجميله دي اكيد هتساعد. فيلا بينا بقى نتحرك عشان ما يفوتناش الاتوبيس. وصلت على الميعاد بالظبط، الاتوبيس ورايا اهو. انا قلت لسواق التاكسي بقول لك ايه يا عم الحاج، الله يبارك لك، عايزين نلحق الاتوبيس فتوكل على الله. صباح الفل. وصلت امبارح بالليل على مستر وصحيت بدري، الساعه دلوقتي 8 الصبح. هاخدكم ونتحرك على الريف البوسنوي. قبل ما نتحرك عايز اوريكم بس الفيو بتاع البيت اللي انا وصلت عليه عامل ازاي، حاجه كده فوق الخيال. بص الفيو عامل ازاي اصلا. تعالوا بقى ايه اوريكم اصلا المكان شكله عامل ازاي، حاجه كده وهميه. تعالوا بقى ايه اوريكم جمال البيت اللي انا قاعد فيه. هو بيقول لي ان هو من العثمانيين. بصوا الجمال عامل ازاي. بصوا بقى، سيبكوا بقى من ده كله. بصوا البيت بيمر على ايه، شايفين الجمال ده؟ ده بقى الجمال بجد. تعالوا بقى ايه نتحرك على رحلة اليوم الواحد. هنطلع رحلة مدتها 8 ساعات، نتفرج على كل الريف البوسنوي اللي جنبنا. فيلا بينا، انا متحمس جدا لانه بيقولوا رحلة خيالية. Two geographic regions. Bosnia is the north part of the country, Herzegovina is the south part. Now we are in Herzegovina. Herzegovina is a much. وصلنا على أول جهة لينا وهي أعلى قمة موجودة في مستر. ارتفاع القمة دي أكتر من 550 متر فوق سطح البحر. أنت شايف كل المدينة حواليك. المرشد السياحي اللي معانا بيقول لنا إن هو أثناء الحرب الجيش الصربي كان محاصر مستر اللي هي مدينة من البوسنة على القمم دي، وكان بيضرب قلب المدينة بالمدافع. فدي واحدة من الأماكن التاريخية برضو بالنسبة لهم، إن هو لسه في آثار للحرب موجودة هنا. الناحية التانية بيقول لنا إن هو لسه في جزء من المعدات موجودة هنا. فده بالنسبة لهم مش بس مكان سياحي تقدر تشوف منه المدينة كلها، كمان مكان بيفكرهم بالحرب واللي حصل فيها. كمان هنا هتقدر تعمل واحدة من أخطر التجارب المرعبة اللي عملتها، وإنك تقدر تمشي على جسر زجاجي، واللي كانت تجربة صعبة في وجود رياح قوية، بس المنظر كان خيالي ويستحق لأنك بتشوف المدينة كلها من فوق. حاجة مرعبة جدا، أقسم بالله ماسك في الحديدة. كملنا رحلتنا واتحركنا على وجهتنا اللي بعدها، واللي يعتبر واحد من أهم الأماكن السياحية اللي لازم تزورها لما تيجي مستر. وصلنا خلاص على واحدة من أشهر الأماكن اللي موجودة في مستر، وهي بيت الشيوخ أو بيت المشايخ. لو سامعين صوت النهر اللي جنبي ده، فده واحد من أكبر مصبات المية الطبيعية اللي موجودة في أوروبا كلها. المية جاية من الكهف من الجبل من عمق أكتر من 2000 كيلو. فتعالوا نخش جوه نشوف الأجواء عاملة إزاي. يلا بينا. اللي ورايا ده بيتقال عليه بيت المشايخ او بيت الشيوخ، موجود لحد دلوقتي من وقت العثمانيين. اتبنى عشان يعلم اهل المنطقه لدين الاسلام.
لسه لحد دلوقتي موجود، ولسه حلقات الذكر والصوفيه بتتعمل فيه لحد دلوقتي. اكتر من 30 ل 40 شيخ صوفي بيجوا شبه يوميا للبيت ده، وبيبقى مسموح للسياح ان هم يخشوا يشوفوا ويتفرجوا على الذكر اللي بيحصل جوه. في رحلتنا النهارده وصلنا في الاجواء الشتويه دي والمطره عند واحده من اجمل الشلالات اللي موجوده في البوسنه وفي مستر كلها، شلالات كرافيتشي. تعالوا اوريكم المنظر عامل ازاي، حاجه كده خياليه. احنا واقفين حاليا قدام مصب الشلال، حاجه كده ومنظر خيالي. يا جدعان المنظر خيالي، والدنيا بتشتي حاجه كده ايه وهميه. وصلنا في رحلتنا على مدينة بوشتلج، المدينة اللي اتبنت في القرن الرابع عشر. المدينة متحوطة ب4 قلاع كان عاملها الملك ساعتها عشان يحميها من العثمانيين. المدينة حاليا مهجورة، ما فيهاش غير 11 شخص. تخيل تبقى عايش في مدينة انت و10 اشخاص بس، مدينة بالكامل لوحدكم، انتوا ما فيش حد فيها غيركم، كام واحد بيجي يزوركم من السياح، لكن بالكامل انت و10 اشخاص في المدينة دي كلها في المنظر الخيالي ده عايشين لوحدكم. مفيش حد، المدينة فاضية بالكامل. واحدة من الناس اللي عايشة هنا فاتحة زي حاجة فيها سيفونير وفيها عصير. تخيل المكان اللي انت فيه ده انت و10 اشخاص بس، ومع ذلك عامل مشروع او حاجة بسيطة عشان يعني لما السياح تيجوا حتى في فصل الشتاء تكسب اي حاجة. انا عايز اقول لكم ان عصير الرمان بتاع الست دي واحد من اجمل الرمان اللي شربته في حياتي. الست الطيبة دي بقى بتقول لي ان هو المدينة كلها فيها 6 بيوت شغالة او فيها ناس. البيت بيتكون من شخص لشخصين، مجموع الناس في المدينة دي كلها 11 شخص. رجعنا خلاص على مستر. الرحله بتاعتنا النهارده خلصت. قدامي طبق شباب اول حاجه اكلها النهارده، او الكباب البوسني، واحد من اشهر الاكلات اللي لازم تجربوها لما تيجوا هنا. ومع الكبابايه دي اقدر اقول لكم ان الفيديو بتاع النهارده خلص. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، على الفيسبوك اعمل شير ولايك للفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.